السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا مرة أخرى في فيديو جديد ووصفة جديدة. معكم إلهام، قناة مطبخ أمي. أنا بداية قبل ما ندوز ونعطيكم اقتراح اليوم أو وصفة اليوم، وكيف العادة نقول لكم إلا كنتم مازال ما اشتركتوش في القناة كنتمنى أنكم تشتركوا فيها، تفعلوا الجرس باش يوصلكم وصفات جديدة. كذلك في حالة إلا عجبتكم وصفة اليوم ما تنساوش تعملوا لايك وتبارطاجيوها مع الأصدقاء والأحباب ديالكم، وخليوا لي الرأي ديالكم في الوصفة في لي كومنت. وكذلك نقول شكرا جميع المشتركين معايا، وشكرا للمشتركين الجدد، تنقول لهم مرحبا والف مرحبا، شرفتني في القناه وشكرا لكم على الدعم ديالكم. وصفه اليوم ان شاء الله بحول الله غتكون الدجاج في الفران اللي هو غادي نعملوه بالبطاطا الحلوه، وكذلك نسموه بالرنج. ربما تبان لكم الوصفه شويه غريبه ولا هذا، ولكن هذه راه وصفه قديمه، ماشي سما من الوصفات الجديده، هي راه وصفه قديمه. شحال هذه كانوا كيعملوا اجداد بالبطاطا. واش كانوا كيعملوا في الفران ولا لا، الله اعلم، هذه ما عرفها شيء. انما انا هذا الاقتراح اللي غنعملو لكم، وكنتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه. الصراحه هي كتستحق التجربه، تجي لذيذه بزاف، وكيجي واحد المذاق فيها مميز ما بين البطاطا الحلوه والرنج. فالدور ديال الرنج انا غنشرح لكم في وسط الفيديو ان شاء الله بحول الله شنو هو الدور ديالو في هذه الوصفه، شنو الشيء اللي كناخذوه حنا من الرنج. حتى هو صراحه راه ماشي غير واحد الفاكهه ولا واحد الحاجه اللي هي زايده، بالعكس راه عنده دور في الطياب حتى هو. طولش عليكم وندوز نعطيكم الوصفه. بدايه نقول لكم بسم الله. في واحد الاناء كنعمل معلقه كبيره ديال السكنجبير، وحده متوسط صغيره عفوا ديال هذيك التوابل ديال الدجاج عفوا، وصغير ونصف معلقه صغيره ديال توابل الشاورما، وغنعملوا معلقه صغيره ديال التحميره، معلقه صغيره كذلك ديال الخرقوم، وغدا نعمل واحد 4 معالق صغيره ديال الكيمون، و4 معالق صغيره الفلفل الاسود الابزار، وكذلك 4 معالق صغيره عفوا ديال القرفه. انا الا نسيت شي حاجه غادا تجبروها في صندوق الوصف. غادا نعملوا واحد معلقه كبيره ديال الصلصه المطيشه معها ضيفه معها الصلصه الحاره اللي هي صوص بيكو، وغنضيف كذلك معلقه كبيره كذلك كتكون عامره مزيان ديال لا مورطارد، معلقه كبيره ديال المعدنوس، وواحد نص معلقه صغيره ديال السحتور، وكذلك نص معلقه صغيره ديال الملح. غنضيف معلقه كبيره ديال العسل، وكذلك غادا نضيف واحد 3 ديال المعالق كبار هيدا ديال الزيت به باش غادا نخلطوا هاد الماغينات ديالنا. غير انا عملتهم ما بين الزيت البيضاء وضفت ليهم واحد معلقه كبيره يعني زيت الزيتون. هنا غادا نجمع هاد الماغينات هادي بواحد تقريبا واحد 2 معالق كبار ديال الماء، وغنزيد عاوتاني شويه ديال الماء، يعني هي على ما تخلط لي هاد التوابل هادو بالماء مزيان. فيهم غادا نتبلوا هذاك الدجاج ديالنا. هنايا بالنسبه للدجاج كتبقى لكم الكميه اللي تعملوا كتبقى يعني الشيء الخاص بكم نتوما. انا هنايا غادا ناخذ نصف دجاجه هي اللي غادا نشرملها بهاد الترميله هذه، وغادا نخليها تقريبا مده نص ساعه. علاش؟ باش كتشرب هذيك التوابل مزيان وكيدخلوا فيها مزيان. وتحاولوا نتوما كتشرملوا الدجاج، نتوما كتحاولوا اما خذوا شي سكين تقبوا، ولا اما يرب الاصبع ديالكم الاظفار ديالكم حاولوا تقبوه. دو توت فاصون غادي يدخل الفران، والعافيه الفران ولله الحمد راه كتقتل اي جراثيم واي حاجه. هنايا انا قلت لكم غنشرمل الدجاج مزيان، وغادا نخليه كيف ما قلت لكم نص ساعه ديال ما قرا هنايا. ويمكن لكم تخليوه حتى اكثر الا كنتم مزروبين شي عليه مثلا في الغداء او نوضوا بكري، فيمكن لكم تعدلوا هاد لا ماغينات وتتبلوا فيها هذا الدجاج ديالكم وتخليوه ساعه ساعه ونص، يعني على حسب الوقت اللي ما كنتوش نتوما مزروبين. هو دو توت فاصون كل ما جلس في داك التتبيله كل ما يعني كتحصلوا على واحد المذاق جد رائع. كذلك خديت 4 ديال البطاطات حلوين اللي انا نقيتهم غسلتهم مزيان ونقيتهم. دابا غادا نقطعهم قطع هيدا، يعني على حسب خديتهم داك النوعيه اللي كتكون كبيره بزاف فقطعوهم مربعات، خديتهم من هذا مثلا اللي كتكون كبيره واللي كتكون طويله فقطعوها دوائر كيف ما غادا تجيكم بطاطا. كذلك غادا ناخذ واحد الحبه الرنج. فهنا كما قلت لكم الدور ديال الرنج هو راه يهرس لينا داك الحلاوه ديال البطاطا الحلوه اللي غادا نعملوها مع الدجاج، وفي نفس الوقت غادي يعسل لينا داك المرقه البطاطا البصل كلشي. فالمكونات كاملين نعملوهم راه غير البطاطا الحلوه وجوج حبات البصل متوسطين وهاد الحبات الرنج هذا صافي، يعني ما كاينش شي حاجه اخرى. في حالتي الا بغيتو تضيفوا نتوما الخضر كيبقى على المهم كيبقى داك رايكم. انا هنايا عملت غير بطاطا حلوه، فهي صراحه سيد ربي مشات مع الرنج عسلها مزيان وهرس لي قلت لك كيف ما قلت لكم داك الحلاوه اللي تتكون فيها. غتعجبكم الوصفه بزاف، غير جربوها على ضمانتي وراكم ما غتندموش عليها صراحه. هذه واحد الوصفه اللي هي جديده وزوينه بزاف.
انا كما قلت لكم هي راه كتدار زمان، ولكن واش في وسط الفران ولا لا ما عارفاها شيء. بالنسبه للرنج نقطعوا دوائر ونحاولوا نزولوا له داك العظيمات ديالو. علاش؟ باش ما يطلقولناش المروره، لان المروره ديال الرنج اغلبيه كاينه في داك العظام ديالو كتكون بزاف. خطيت كذلك جوج حبات ديال البصل اللي متوسطين وغنقطعوهم يعني طوليين هكا شكل جوليان، وغادا نضيفهم مع البطاطا. من بعد كناخذ هذيك التتبيله اللي تبلت فيها انا هذاك الدجاج، كنزولوا الدجاج وداك الشيء اللي بقى فيها هو فيه كنتبلوا هاد الخضر هذه البطاطا والبصل والرنج كذلك. بعد عاد كنعملوه في المول ديالنا. انا كنعتذر بالنسبه للتصوير، بعض المرات كتهزز الصوره. انا شويه كنت انا التليفون اللي كنصور به قريب تقريبا. خديت انا قلت لكم زولت الدجاج اللي كان عندي مشرمول، وغادا ناخذ هذاك التشرميله غنضيف ليها واحد تقريبا واحد 2 معالق كبار ديال الماء، وغادا نبقى نحل هذيك البصله. حاولوا بما امكن تحلوها شي شويه باش يعني ما تخليوهاش هكذاك. وكاين اقتراح في حالتي الا مثلا جبرتوا داك البصله الصغيره اللي كتكون بيضه وهي صغيره، عملوها هذيك راه كتجي زوينه بزاف هذيك. يعني واخا تعملوا واحد كميه هكا كويورات صغيورين كيجيو زوينين حتى هما في المنظر ديالهم، وكتعطي واحد المذاق مزيان. انا قلت لكم غنضيف البصله وغنضيف معاها البطاطا وكل شيء، وغادا نحاول نشرم الحاجه بحاجه، ومن بعد غادا نعملهم في هذاك الاناء اللي غادا ندخلو للفرن. بالنسبه للرنج غادي يكون هو لتحت، يعني حاولوا تعملوه كقاعده لتحت، عليها غادي نحطوا الخضره، ومن فوق الخضره غادي يكون الدجاج ديالنا هنايا. انا ما بغيتش نطول عليكم الهضره بزاف في هذا الفيديو. ونرجع نقول لكم مره اخرى ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم وصفات جديده. كذلك الى عجبكم وصفات اليوم ان شاء الله ما تنساوش تعملوا لايك وتبارطاجوا مع الاصدقاء ديالكم. ما خصنيش نطول عليكم الهضره باش ما تقنطوش من الفيديو. خديت الاناء اللي غندخل الفرن وغادا نعمل فيه هذاك القطع ديال الرنج. هنا الرنج كيبقى بالنسبه لكم الا بغيتو تعملوا حتى اكثر من حبه ممكن تعملوا حتى جوج وتقطعوهم وتعملوا دوائر كامل. كونوا على يقين راه ما تجيكمش ما تيطلق لكمش المروره، بالعكس هو كيعسل لكم المرقه وتعسل لكم داكشي كما قلت لكم، وكيعطي واحد المذاق غزال بزاف بزاف، واحد النسمه زوينه في هذا الدجاج هذا. كونوا على يقين. انا ديجا راه الدجاج اللي عملت في هذه الوصفه هذه انا اصلا غسلته بالرنج والملح والزنجبيل وبيتهم ليله فيهم. هاد لاماغينات هذه كذلك باش تنطوجش راه زوينه بزاف صراحه. شتي الرنج راه اكثر من الليمون الحامض. انا بيتهم ليله وفي الصباح واخا كتقربوا داك الدجاج اللي عند النيف ديالكم ما كتشموش الزفر ديال الدجاج نهائيا، ما كتشموش، كتبقاو تشموا غير النسمه ديال الرنج. الريحه غزاله بزاف كيعطيها. عملت كل شيء في الاناء ديال الفرن، وغادا نعمل فوق منه واحد 3 ديال المعلقات ديال زيت الزيتون وواحد رشيشه ديال الملح. هيدا انا الملح تاعي على يتر الخضره. بهذه الطريقه هكا كيجيكم بالنسبه لي انا حقاش ما كنعملش الملح بزاف. المهم جاتنا يعني الدجاجه مزيان. هو هذاك جات الملح معوطه، ما غادي ما احتاجيتش باش نضيف الملح اكثر. سيرتو نتوما الا كنتو غسلتو الدجاج. انا لحقاش انا بيت الدجاج ليله كامله في مع الرنج قلت لكم والزنجبيل والملح. فانتم عارفين راه الدجاج كيشرب ديك الساعه الملح، فما كيصلحش نبقاو نزيدو في الملح حتى تذوق. نتوما كيف ما غتشوفوا راه نعمل واحد رشيشه خفافين هايدا وندخلها الفران. فهاد عفوا في هذا الاثناء هذا راه كنت عملت الفران كيسخن مزيان. ومن بعد فاش دخلت هاد الاناء ديالنا الفرن انا خليت العافيه مجهده ما نقشش منها. انا بالنسبه لهنايا الفرن غازي، بالنسبه للفرن الكهربائي عملوا 250 مزيانه مناسبه طيبوا فيها الدجاج. اول حاجه كيطيب لكم دغيا. انا هنا بالنسبه للفرن خدا لي تقريبا ساعه الا ربع هو كيطيب، ولكن صراحه طاب مزيان. حقاش انا ما بغيتش نبقى كل مره نفتح عليه ونشوف واش طاب ولا ما طاب. لا، انا اون فوا دخلته الفران ما رجعتش فتحت عليه حتى داز ساعه الا ربع، ومني فتحت جبرت كل شيء طاب. دايوغ انا البطاطا الحلوه راه كطيب دغيا يعني ماشي بحال البطاطا الاخرى. هاد البطاطا الحلوه راه كتهبط دغيا. انا كان عندي الاشكاليه غير في الدجاج خصني ياخذ حقه في الطياب. سيرتو نتوما كتعرفوا الصدر كيخصو ياخذ وقت في الطياب.
هذا هو الدجاج ديالنا من بعد ما وجد. انتما تشوفوا الدجاج راه صراحه طاب مزيان مزيان يعني، وفي واحد المذاق غزال. انا قلت لكم داك الرنج طلق فيه واحد النسمه زوينه، واحد المذاق غزال عطاو داك. انتما غتبان لكم المريقه راه معسله، وبطاطا تعسلت حتى هي مزيان، هي وداك البصل. صراحه جا ما شهيتكم، جا غزال في المذاق ديالو بزاف. انا براسني ما سبقليش عملت مع بطاطا حلوه، لكن اول مره كنعملو الصراحه غزال كيستحق التجربه يعني، ماشي شي حاجه اللي هي تضيعوا وقتكم فيها ولا شي حاجه، بالعكس هي كيستحق التجربه. وحتى وليداتكم راه غادي ياكلوا ما غادي يحسوا شيء، لان كاين الناس تقريبا ما كيبغوش البطاطا الحلوه، تقول لك حقاش حلوه. بالعكس هنا ما غتحسوش بها حلوه نهائيا، تجيكم عاديه، فيها واحد المذاق مميز مزيون، وفي نفس الوقت تجيكم عاديه. انا خديت واحد الاناء ديال التقديم، وفيه غادي نحط هذا الدجاج، ونحط نضيف معاه الخضر ديالو. هذا هو طبق الدجاج ديالنا في الفرن مع البطاطا الحلوه. ضفت ليه واحد القطعه ديال الليمون، فانا عاده كيعجبني الليمون بزاف مع بصير هايدا مع الدجاج، الصراحه تيجي زوين بزاف. جربوا هاد الطريقه هذه، صراحه ما تندموش عليها، واحد الوصفه اللي كتجي رائعه صراحه، غتعجبكم وتعجب وليداتكم. كنتمنى انكم ما تنسوش تعملوا لايك في حالتي اللي عجبتكم الوصفه. كنقول لكم شكرا بزاف على المشاهده، وشكرا لجميع المشتركين اللي دخلوا معايا، نشكركم مره اخرى. بالنسبه للمشتركين لا القدامى ولا الجدد، مرحبا بكم. ما بقى لي الا نقول لكم شهيه طيبه، وجربوها في الدار ديالكم هذا وردوا عليا. انتم كتشوفوا الصدر طاب مزيان مزيان، ونتمنى لكم الخير، ونقول لكم مع السلامه، نتلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده.